Ne kadar bekleyin, Allah fasıkları asla hidayete erdirmez. يقول الله في كتابه في سورة محمد في الآية 38 قل وإن تتولوا فيستبدل قوما غيركم إذا لم تقوموا بعملكم فالله سوف يبدل قوما مكانكم ثم لن يكون هذا القوم مثلكم. يقول الله في هذه الآية في القرآن بأن الله يختار الناس، وإذا كان هؤلاء الناس لا يتبعون طريق الله فإن الله سوف يستبدل مكانهم قوم آخر ثم لا يكونوا أمثالكم. عدة أمثلة ضربت في القرآن عندما اختار الله اليهود لنقل الرسالة أولا، ولكنهم شعروا بفخر ولم يتبعوا طريق الله، وقام الله باستبدال أقواما أخرى مكانهم. هنا نتحدث عن العرب. وعندما تم استبدال اختيار العرب كان العرب الأجهل في العالم وسميت أيامهم أيام الجاهلية. Daha sonra da cahil olarak vasıflandırılan cahiliye Araplarına bu davayı verdi ki o günlere cahiliye devri ismi verilmektedir. وبمساعدة الرسول الخاتم الأخير محمد جعل الله هؤلاء العرب الجاهلين منارة الأمة، منارة العالم. ونحن نعرف بأنه مع مضي الزمن اختار الناس أقواما آخرين، وآخر قوم عرفناهم في الإسلام هذه الدولة والتركية. ونحن نعرف بأنكم إذا لم تقوموا بعملكم فإن الله سوف يستبدل قوما غيركم. Allah sizin yerinize başkalarını getirir. والآن مهمة شعب هذه البلد هي نقل رسالة الله عز وجل، وإذا لم يقوموا بهذا فيستبدلكم الله بأناس أفضل منكم. İslam'ın hakiki mesajını sahiplerine iletsinler. Eğer onlar vazifelerini yerine getirmezlerse Allah onların yerlerine daha iyilerini getirir. ونحن نعرف بأنه لأكثر من 150 عاما كان الإسلام يعم أرجاء هذه البلاد. إن الله لن يغير ما في الناس حتى يغيروا ما بأنفسهم، فهذا أمر تعهد به الله. وآخر 150 عاما الله عز وجل أعطاكم قائدا جيدا في هذا البلد وهو الرئيس رجب طيب أردوغان. وأنا أدعو الله عز وجل بأن يجعل الشعب التركي مع الرئيس بأن يغيروا وجه الإسلام. İslam ümmetinin geleceği kıldı. İslam ümmetinin durumunu değiştirecek insanları haline getirdi. About 94 years back, قبل 94 عاما عندما انتهت آخر خلافة عثمانية في مدينة أتيت فيها من بومبي، كان هنالك حركة من تناضل ضد آخر خلافة. 94 sene geriye gidersek, Osmanlı Hanedanı'nın ve hilafetin yıkılışına geri dönersek, Bombay'de benim olduğum şehirde bir hareket vardı. Hilafet evi, hilafetin yıkılmasına karşı gelen bir hareket mevcuttu.
أنا آتي من بعد آلاف من الأميال وأقول لتركيا بأنه آن الأوان مع هذا القائد العظيم وبدعم الشعب والأمة الإسلامية من أجل أن نقود باستعادة الإسلام وإعادته إلى مكانته التي كان عليها سابقا. اليوم وفقا وبالنسبة لي أفضل جهاد هو الجهاد ضد النفس. علينا أن نكافح من أجل أن يصبح المجتمع أفضل. أفضل الجهاد هو التصدي لهذه الأكاذيب التي نشرها الإعلام عن الإسلام. وإذا لم نشارك في هذا الجهاد من أجل نشر رسالة الإسلام الحقة فإن الله سوف يستبدلنا بأقوام أخرى لن تكون مثلنا. Bu davaya sahip çıkmakta devam etmezseniz, davaya sahip çıkmazsanız sizi daha iyileriyle değiştirecek, sizin yerinize daha iyilerini getirecektir. أود أن أسألكم سؤالا بسيطا. افترضوا بأن جاركم الغير مسلم إذا قام جاركم بالإساءة إلى أمكم واستخدام ألفاظ قبيحة ضد أمكم عندما تكون بعيد عن منزلك، فما الذي ستقوم به عندما تعود إلى منزلك؟ Başka bir akrabanız olan hanıma kötü bir şey yapsa geri döndüğünüzde tepkiniz ne olurdu? مجددا أسأل هذا الجمهور الطيب وخاصة الذكور، إذا كنت بعيدا عن منزلك وجارك أساء إلى والدتك واستخدم ألفاظ بذيئة وعندما تعود إلى المنزل ما الذي سوف تقوم بعمله؟ Siz muhteşem olan seyircilerimize bilhassa erkeklerimize soruyorum. Tepkiniz ne olurdu? ما الذي ستفعله؟ Please translate to me what are they saying. قولوا لي ما الذي I'm asking you, the translator, please translate what the. أرجو المترجم أن يترجم لي ما يقوله الشباب. Kill him. إذا سنقتله. One brother saying kill him, someone will say. البعض قالوا نقتله، آخرين نكسر عنقه، آخرون نكسر ذراعه. الله يقول في القرآن في سورة مريم في الآيات 88 حتى الآيات 92 وقال اتخذوا الرحمن ولدا. هم يقولون اليهود والنصارى بأن الله قد اتخذ ولدا. لقد جئتم شيئا إدا. فعلا أنهم قالوا كلاما مسيئا والأسوأ. قال الله في القرآن أن من قال أبدا بأن الله اتخذ ولدا فهذه أكبر إساءة لله عز وجل. وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم أي يكاد السماوات يتفطرن منه. لو كان للسماء مشاعر فالسماء قد تنشق وتنشق الأرض وتهد الجبال هدا وحتى الجبال سوف تسقط وتخر. الله يقول في القرآن الكريم أن أي شخص يقول بأن الله عنده ولد هذه أكبر إساءة. لو السماء لو كان عندها مشاعر لانشقت والأرض لو كان عندها مشاعر انشقت والجبال لكانت خرت. فتخيلوا بالنسبة لنا كمسلمين نقف مكتوفي الأيدي
every day في كل يوم Muslim brothers, أخوتنا الغير مسلمين، إخواتنا الغير مسلمات في المدارس وفي المكاتب هم يقولون بأن الله عنده ولد ولا نفتح فمنا بأي كلمة. kampüslerinde, çalışma sahalarımızda, sokakta gayrimüslim olan insanlar Allah'a karşı bu cüretli iddiada bulunuyorlar ve biz ağzımızı dahi açmıyoruz. we see our Christian نحن brothers in نرى European countries, المسيحيين في الدول الأوروبية وفي أماكن مختلفة يقولون بأن الله عنده ولد والمسلم لا يستطيع حتى أن يفتح فمه. Veya farklı noktalarında onların Allah'a evlat isnatıyoruz ve bir şey yapmıyoruz. when we ask the Muslims عندما that, who do you love the most in the نسأل world? المسلمين من أكثر من تحبه في العالم، Siz yeryüzünde من أكثر من تحبونه في العالم، Who do you أجيبه. love the most in the world? من أحب من لكم في العالم كله؟ Allah. الله عز وجل. Answer is right. الجواب صحيح، نحن نقول بأننا نحب الله أكثر من أي شخص في العالم وأكثر من أمهاتنا وآبائنا وأبنائنا. هل نحبه أم لا؟ Biz Allah'ı eşimizden, ailemizden, çocuklarımızdan, her şeyden daha fazla seviyor muyuz? Sevmiyor muyuz? Yes or no? Yes. نعم أم لا؟ We say, but we don't نحن believe. نقول لكننا لا نؤمن. إذا أراد شخص، إذا أساء أحد إلى أمكم تودون كسر عنقه أو رجله أو قتله، ولكن في كل يوم يقوم الغير مسلمين بالإساءة إلى الله ويقولون بأن عنده ولد، وأنتم حتى لا تسترجونها على أن تقولوا شيئا. Bulunduğunda onun boynunu kırıyoruz, bacaklarını kırıyoruz ama her gün Allahu Teala hakkında böyle hakaretamiz ifadelerde bulunanlar hakkında ağzımızı dahi açmıyoruz. I'm not telling them go and أنا لا أقول لكم بأن تذهبوا لتكسروا أذرعتهم أو أعناقهم أو حتى قتلهم. أنا أقول لكم بأن تقولوا şيئا، على الأقل قولوا لهم بأن ما يقولونه عن الله على الأقل خطأ. Kırın demiyorum, boynunu kırın demiyorum. Sadece şunu diyorum, en azından onlara bunun yanlış olduğunu söyleyecek şekilde ağzınızı açın ve konuşun. what has happened to us ما Muslims? الذي جرى لنا نحن المسلمون؟ Ne oldu? Someone abuses a mother, you want to شخص يسيء لأمنا نود قتله، وفي كل يوم أخوتنا وأخواتنا الغير مسلمين يسيئون إلى الله. الله الذي قال في القرآن أن هذه Hanımınıza bunu yaptığında إساءة كبيرة ونحن لا نسترجي حتى أن نقول كلمة واحدة. مسلمين